انا الحمد لله دلوقتي عملت عملية ليزك. ايه هي التعليمات المتبعة بعد ما اعمل عملية الليزك؟ التعليمات المتبعة بتنقسم لقسم بتاع يوم العملية، الاسبوع اللي بعد العملية، بعد العملية ب3 أسابيع، بعد العملية ب3 أشهر. بعد العملية يوم العملية بنخرج من العمليات، بيبقى فيه زغللة وشبورة، دي بتاخد حوالي 6 ساعات، بعدين بتبتدي بتتحسن. لو انا عامل ليزك ببتدي ان انا ممنوع ان انا ادعك في عينيا او ان انا اجيب ايدي عند وشي كده او كده يوم العملية خالص. من تاني يوم ببتدي ان انا بجيب ايدي عند وشي، بس ممنوع ان انا ادعك في عيني او اضغط على عيني ضغطة جامدة، لكن اقدر اغسل عيني وانضف هنا واغسل وشي زي ما كنت بعمل عادي. ممكن اقدر اخد شاور من تاني يوم بعد العمليه، مفيش اي مشاكل خالص. يوم العمليه ببتدي ان انا بحط القطرات بتاعتي، بيبقى معايا 3 انواع من القطرات. ال3 قطرات بتوعنا بناخدهم كل ساعه طول ما احنا صاحيين يوم العمليه. من تاني يوم بعد العمليه ببتدي العلاج كله، بيبقى 3 مرات في اليوم. بعد العملية بأسبوع بيبتدي العلاج بتاعي بيخلص، ما بكررش منه أي حاجة غير قطرة واحدة اللي هي المرطبة، دي اللي احنا بنستمر عليها لمدة 3 شهور بعد العملية. يوم العملية يا ريت نريح، مفيش تلفزيون، مفيش موبايل، مفيش لابتوب، مفيش أي حاجة تبتدي تشغلنا. كل ما أروح إن أنا أنام وإن أنا أحاول إن أنا أريح يوم العملية، ده بيكون أفضل. بيبقى ممكن يكون في حبة تدميع، احمرار في العين، بحس ان في اكلان في العين، عايز ادعك في عيني، ده كله امر طبيعي يوم العمليه واليوم اللي بعد العمليه. من تاني يوم بعد العمليه بتبتدي الزغلله والشبوره تبتدي تتحسن. اخد قطرات 3 مرات في اليوم، ما ادعكش في عيني، لكن اقدر اغسل وشي، اخد شاور، اتعامل طبيعي خالص. بعد العمليه ب3 اسابيع ببتدي ان انا لو واحده ست ابتدي ان انا اقدر البس عدسات ملونه، ابتدي احط ميك اب بتاعي، ابتدي انزل البسين، ابتدي ان انا انزل الجيم، امارس حياتي طبيعي خالص، مفيش اي مشاكل. بعد 3 شهور من العمليه ببتدي ان انا بوقف القطره المرطبه. بكده نقدر نقول ان احنا ننسى ان احنا عملنا عمليه تصحيح قبل كده، وتقدر تمارس حياتك كشخص طبيعي خالص ما عملش اي حاجه في حياته.